لماذا تفشل دائما في تغيير الآخرين؟ السر الذي لا يخبرك به أحد. لو بس يتوقف عن فعل الشيء ده، لو إنها تهتم أكتر باللي أنا بقوله، لو يصبح أكتر تنظيم من اللي هو فيه، لو تصبح أقل حساسية. هل تبدو الأفكار دي مألوفة بالنسبة لك؟ كم مرة لقيت نفسك موجود في الدايرة المفرغة دي، دايرة الأمل بأن يتغير شخص ما في حياتك، سواء كان شريك الحياة، صديق، أو أحد أفراد العيلة بتاعتك، عشان يصبح بالطريقة اللي انت شايفها انها صح. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة صوت جوايا، المكان اللي بنلهم فيه بعض وبنشارك فيه الأفكار وبنكتشف صوتنا الداخلي. سعيدة جدا بوجودكم معايا. النهاردة هنتحدث عن واحد من أكبر مصادر الإحباط في العلاقات الإنسانية، وهي محاولة تغيير الآخر. مش بس هبين لكم ليه بتفشل المحاولة دي دايما، لكن كمان هقول لكم إزاي نبني علاقات مزدهرة، وهقول لكم سر ممكن يغير نظرتكم للأمور تماما. أول حاجة، ليه أصلا إحنا بنحاول نغير الآخرين؟ خلينا نكون صراحة مع نفسنا. لما بنحاول نغير شخص، نادرا طبعا ما بيكون الدافع هو الشر. في عقولنا إحنا بنبقى شايفين إن ده من أجل مصلحة العلاقة، أو حتى مصلحة الشخص ده نفسه. لكن الحقيقة أن الأسباب الحقيقية اللي ورا احتياجنا للتغيير الشخصي ده بتكون أعمق من كده. غالبا بتكون واحد من أمور 3 أو مزيج من الأمور ال3 دول. إيه هما ال3 أمور؟ الخوف. أول حاجة بنخاف من إن سلوكياتهم الحالية تؤذي علاقتنا أو تأثر على استقرارنا. فمثلا بنخاف إن عدم تنظيمهم هيأثر علينا، أو إن حساسيتهم المفرطة هتؤدي لشجار دائم ما بيننا. تاني حاجة، الرغبة في السيطرة. كلنا بنحب شعور إن إحنا مسيطرين على البيئة اللي إحنا فيها. فلما أي شخص قريب مننا بيتصرف بطريقة إحنا مش متوقعينها، بنحس إن الأمور بتخرج عن سيطرتنا، ومحاولة تغيير الشخص ده هي طريقتنا لاستعادة الشعور بالأمان. تالت حاجة، إن بيكون ورا فكرة إن إحنا عايزين نغير الشخص هو انعكاس لمشاكلنا إحنا الداخلية. أحيانا اللي بيزعجنا في الآخرين هو شيء بنرفضه إحنا في نفسنا. يعني لو قابلنا حد كسول، ممكن إن إحنا خايفين إن إحنا نكون كسالى زيه. لو قابلنا حد بننتقد طموحه أو إن هو طموحه قليل، ممكن لأننا أصلا شاكين إحنا في طموحاتنا. المشكلة إن مهما كانت النوايا الحسنة بتاعت فكرة تغيير الشخص التاني، دايما بتيجي نتائج عكسية، وعمرها ما بتيجي بنتائج إيجابية. طيب ليه أصلا بتفشل محاولات التغيير دي دايما؟ تخيل معايا إن في شخص بيراقبك طول اليوم، ماشي وراك، يقولك أنت ما بتعملش ده بشكل صحيح، طريقتك دي غلط. هتشعر بإيه؟ أكيد هتشعر بالرفض، بالنقد، بعدم التقدير. هو ده تماما اللي بيشعر بيه الشخص اللي احنا بنحاول نغيره. كأنك بتقوله انت زي ما انت كده مش كافي أو مش كفاية. طبعا الكارثة إن الرسالة دي مش بتحفز على التغيير، ده بتفعل العكس تماما. أول حاجة بتخلق مقاومة طبيعية. فالطبيعة البشرية عامة بتقاوم إن حد يفرض سيطرته عليها. فكل ما انت ضغطت أكتر، زاد الطرف التاني في عناده وتمسكه بسلوكه. تاني حاجة، بتقتل الثقة والاحترام، لأن العلاقة الصحية أكيد مبنية على القبول، مش إن يشعر الطرف الآخر إن هو مشروع إصلاح دائم، إن هو طول الوقت أنت كأنك بتصلح فيه. تالت حاجة، بتستنزف طاقتك. أنت بتحط نفسك في معركة غالبا هتخسرها. طيب إيه هو الحل؟ هل إن إحنا نستسلم ونتقبل كل شيء حتى لو كان الشخص ده بيأذينا وتصرفاته وسلوكياته غلط؟ أكيد لأ. السر الحقيقي هنا من إن إحنا نحاول التغيير الشخص، إلا إن إحنا نحاول التأثير فيه. يعني مش إن إحنا نتوقف عن الرغبة في إن الشخص ده يكون أفضل وإن العلاقة تكون أفضل، لأ، بل إن إحنا نغير استراتيجيتنا في إزاي نوصله للوضع اللي إحنا عايزينه. التغيير دايما بيجي من الخارج، عشان كده هو مفروض، وبيبان إن هو كأن الشخص بيفرض سيطرته، وبالتالي الطرف التاني بيرفضه.
أما التأثير اللي إحنا بنتكلم عليه فهو بيجي من الداخل، بيكون ملهم وبيكون مرحب بيه. هناخد 3 خطوات عشان نقدر نأثر تأثير إيجابي في العلاقات. أول حاجة، ابدأ بنفسك، كون أنت التغيير اللي أنت عايز تشوفه. لو أنت عايز شريك أكتر إيجابية كون أنت مصدر الإيجابية. لو أنت عايز شريك أو صديق أكتر تنظيم ابدأ أنت بتنظيم حياتك. الناس ما بيتعلموش بالوعظ لكن بيتعلموا بالقدوة، لما بيشوفوا النتائج اللي أنت فيها الإيجابية اللي بتحوم حواليك وإن أنت حياتك بتبقى أفضل، هم بيبدأوا هم نفسهم يسألوا نفسهم ويقولوا صديقنا ده أفضل، ما نشوفه بيعمل إيه ونعمل زيه. تاني حاجة، نغير لغة التواصل. فبدل ما أنت تقول للشخص أنت دايما سايب المكان ده فوضوي، استخدم لغة تانية وقول له أنا لما بشوف المكان مش منظم بحس فعلا بالتوتر بالقلق، عايزين أنا وأنت كده نلاقي طريقة نخلي بيها المكان مريح لينا إحنا الاتنين. الجملة الأولانية بتاعت أنت دايما فوضوي ده هجوم كبير جدا كمان. التانية دعوة للمشاركة والحل، أنت ما طلبتش منه إنه يتغير، أنت عبرت عن سلوكه إزاي بيأثر عليك وفتحت باب للحوار إن إحنا نلاقي حل ونساهم فيه إحنا الاتنين. تالت حاجة، ركز على 90% الإيجابية في علاقتك بأي شخص، ما تركزش على 10% الوحشين. وخصص وقت كل يوم عشان تلاقي في كل شخص أنت قريب منك وفي دايرتك القريبة ويهمك أمره ويهمك إن هو يستمر في علاقته بيك، وتقول له حاجة إيجابية بشكل عالي في شخصيته، وتقول له ده بصوت عالي. شكرا لأن أنت النهاردة استمعت لي، شكرا لأن أنت عندك حس الفكاهة وأنا كنت متضايق وأنت غيرتني غيرت من مودي بإن إحنا قعدنا نتكلم مع بعض. ده بيبني رصيد كبير جدا من الاحترام وبيخلي الطرف التاني أكتر استعداد إنه يستمع لاحتياجاتك. في النهاية الحقيقة الأساسية اللي يجب إن إحنا نتقبلها إن إحنا ما نملكش القدرة على تغيير أي شخص، الشخص الوحيد اللي بنملك السيطرة عليه هو نفسنا. فلما نتخلى عن وهم السيطرة عن الآخرين ونركز إن إحنا نكون أفضل نسخة من نفسنا ونقدر الجمال اللي موجود في علاقاتنا، هيحدث السحر وهنخلق بيئة آمنة وملهمة. شكرا لاستماعكم، ولحد ما نتقابل الحلقة الجاية خلي صوتك جوايا يخليك أكتر إيجابية وتأثير. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يصلكوا كل جديد. دمتم بخير.